السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة استثنائية نفتح فيها واحدا من أكثر الملفات إثارة وغموضا في المشهد السياسي والقضاء المحلي. ضيفنا اليوم ليس رجلا عاديا ولا مجرد منتخب سابق غادر منصبه وانتهى الأمر، إنه عبد الواحد الخلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان. رجل وجد نفسه بحسب روايته في قلب سلسلة من الملفات والاتهامات والصراعات التي قلبت حياته رأسا على عقب، وحولته من فاعل سياسي حاضر بين أهله وناسه إلى رجل يعيش بعيدا عن وطنه، غريبا عن مدينته، محروما من دفء أسرته وقرب أبنائه، بين حكم قضائي ثقيل وملف الأورو وقضية سيارة مكناس واتهامات متبادلة بينه وبين خصوم سياسيين نافذين. يصر الخلوقي على أنه لم يكن مجرما، بل ضحية تصفية حسابات ودسائس محكمة دبرت لإبعاده عن السياسة وتشويه سمعته وتحطيم مستقبله، ثم دفعه إلى المنفى والابتعاد عن أسرته. لكن هذه الليلة لن تكون منبرا للدفاع المجاني ولا مساحة لترديد رواية جاهزة. سنواجه بالأسئلة التي يخشاها كثيرون: كيف انتقل من البراءة إلى الإدانة ب10 سنوات؟ لماذا غادر المغرب؟ أين هي أدلته؟ من هم الأشخاص الذين يتهمهم بتدبير ملفاته؟ وما حقيقة اتهاماته لإدريس الراضي ونجله وخصومه السياسيين؟ وهل استخدم الإعلام كما يقول لصناعة صورة المجرم قبل أن تكشف حقيقة ما جرى؟ سنستمع إلى رواية رجل يقول إن حياته سرقت منه، وإن أبناءه كبروا بعيدا عنه، وإن خصومه لم يكتفوا بإبعاده عن السياسة بل أرادوا دفن اسمه وسمعته ومستقبله. فهل عبد الواحد الخلوقي ضحية مؤامرة محكمة، أم أنه يحاول الهروب من مسؤولية حكم قضائي نهائي؟ وهل تحمل الملفات التي يتحدث عنها أدلة على براءته، أم مجرد رواية دفاعية بعد فوات الأوان؟ ضيفنا اليوم أمام فرصة للحديث بلا وسطاء وبلا شعارات وبلا إجابات جاهزة. السيد عبد الواحد الخلوقي، أهلا بك معنا. ونبدأ من حيث السؤال الأصعب: هل أنت اليوم مظلوم مطارد، أم محكوم اختار الابتعاد عن مواجهة الحقيقة؟ يعني هل أنت مظلوم مطارد أم هارب من العدالة؟ شكرا سي محمد تحفة، وشكرا المتتبعين ديال القناة ديال سي محمد تحفة، وكنشكرك على الاستضافة. أول حاجة سي محمد، بأنني أنا لست هاربا ولست نتملص من حكم قضائي. أنا فقط عندي حكم ظالم بحكم ظالم بفبركة من خصمي السياسي إدريس الراضي. يعني عندي حكم ظالم، أنا مظلوم ولا علاقة لي بأي حاجة، وهادشي كله ديروا لي إدريس الراضي. وغادي في الحلقة غادي نفصل لك كل شيء وغنعطيك بأنه هادشي كله ما عندي حتى شي علاقة به، ولا يعقل بأنني أنا غندوز 10 سنين ديال الحبس ما دير حتى شي حاجة، ما عندي حتى شي علاقة بهادشي كامل. هادشي كله مفبرك من طرف إدريس الراضي، وعندي أدلة باش إدريس الراضي يدير لي هادشي. نفهموا بأن إدريس الراضي كيقدر يدخل ويخرج الناس للحبس. نعم، وأنا أولهم. أنا رئيس مجلس إقليمي ديال سيدي سليمان، وكنت امين المال ديال الجمعيه المغربيه ديال رؤساء مجالس اقليميه، وعضو مكتب سياسي. هو صدر علي حكم
بفبركه ديال درس الراضي صدر عليا حكم، وانا دابا محكوم ظلما وعدوانا من طرف درس الراضي. جوابكم هذا سيدي يحيلني على واحد التسجيل خطير مسرب لدرعه الإعلامي اللي هو بين قوسين الصحفي حميد المهداوي، يقر فيه بأن الراضي له هذه القدرة. نسمعك الأوديو سي عبد الواحد الخلوقي. نسمعك جوج ديال الأوديوات، واحد ديال الذراع الإعلامي ديالو وواحد ديال الابن ديالو، يعني شاهد من أهله. نسمعوا هاد ديالك ورب العزه الراضي ديالك درهم عقل هاد المعلومه والله سرقت. الراضي دخل ينقض واحد خينا غادي مشدود مع انسانيه ماشي ضد القانون، فهمنا؟ نقول كاع شنو ممكن يدير خاص حتى الوقت يقدر يدخل اجل ما يديش واحد مطلوب من الحبس، والله لا داه الحبس مطلوب، ولكن يخرج واحد الانسان من الحبس ممكن يبقى فيه تجي موت تعورت به واحد كذا، وهذه شحال هذه مشي دابا. السيد كيقول لك يخرج الناس من الحبس صحيح. مجرد ان تجي مو خلينا قبل ما تجاوب السي الخلوقي نسمعوا الاوديو ديال نجله اللي هو ياسين الراضي. نجاوب على هذا. تفضل كما يحلو لك، انا جيت من اجلك سي الخلوقي. نجاوب على هذا الهضره اللي قال السي المهداوي. هذا هضره صحيحه. دريس الراضي تيخرج من الحبس وكيدخل الحبس، تيخرج من الحبس وكيدخل الحبس، والدليل على ذلك هو انا واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي كما كنت تهضر عليهم انت، فيهم واحد المجموعه ديال البراد وديال الزريعه وديال واحد المجموعه ديال الناس اللي دخلهم هو الحبس، ومن تيبغي يخرجهم من الحبس يخرجهم من الحبس. ملي كيجيو يعورطوا به ويرغبوه ويبايعوه ويديروا. وهذا الشيء غادي نشرح لك انا واحد القضيه في هذا الشيء اللي قال المهداوي. غادي نقول لك بانه ملي عرفنا راسنا، ملي تكلمتي على الملف ديالي انا مثلا اللي هو من 2015 هو ملف في الحفظ انعدام اثبات، لانه حنا هذا الملف دابا اللي كيهضروا عليه الناس كلشي كيقول لك ودي راه ملف هذا الملف راه ما كاين فيه والو. فيه نرجعوا لهذا الملف هذا باش لتاكيد كلامك. الراضي كيدخل وكيخرج الحبس، اكدتيها واكدها هذا الصحفي اللي هو نقدر نقول طوعوا بنان الراضي ولا اطوعوا له من جاريته. نسمعوا الابن ديالو واش كيقول. وغادي تكون وقفه احتجاجيه نهار المحكم، وقفه احتجاجيه في هذوك النقابيين وفي هذاك الشيء على برا، والمحامين الواعرين اللي داخل في الجلسه. فهمتني؟ خيبش كاش القضيه لعب ما كانش. انت حسب دابا نعطيك دابا حاجه برا كاين جمعيه حمايه المال العام السدراوي. دابا نعطيك دابا اللي على برا لداخل. برا جمعيه حمايه المال السدراوي واحد. كاين الحقوقيين والمجتمع المدني في سليمان كامل اللي رئيس ديالو هو ذاك الكلب ديال اللي ولا معنا دابا ذاك سمير مطيع. النائب الاول ديالو هو شو يقولوا عليه كريم شاهد. جوج هادو هما الممثلين في المجتمع المدني في سليمان. وكاين السدراوي حمايه المال العام، وكاين المهداوي، وعاد معاهم كل واحد جايب معاه 15 20 واحد 50 الناس على برا. واحد كاين الكاميرات تكون هيس بريس هبه بريس ديالنا ديال سيدي سليمان. وعاد المحامين كاين الاستاذ باريكو. انا كنقول لك يمكن له ما يخرج بلاش. تعليقكم سي الخلوقي على هذه الفضيحه؟ هذا الصوت ديال ياسين الراضي، وفعلا هذا الشيء اللي قال ياسين الراضي كله صحيح. فعلا نهار المحاكمه ديالي الهضره اللي قال كامله صحيح. هاد الناس اللي ذكر بالاسماء كلهم كانوا دايرين وقفات قدام محكمه الاستئناف ديال قنيطره للضغط على القضاء وعلى تلطيخ الصوره ديالي باش يغلطوا الناس ويردوني انا مجرم قدام الناس ويوصلوا الناس للراي العام، لدرجه ان اعترف امام الفرقه الوطنيه بان الصوت ديالو صحيح. انا واحد القضيه اسمح محمد باش تكون عندك الامور واضحه مزيان. انا هاد الاوديوات شكون سجلها؟ هاد الاوديو هذا سجلوا رئيس البلديه ديال سيدي يحيى يوسف شماك، رئيس المجلس البلدي، حتى هو صديق ديال ياسين الراضي. سجلوا انه مني سجلوا سمحهم لي انايا، شديت دوك الاوديوات حولتهم عندي في التليفون ديالي، درت
الشكايه ديالي عند سيد وكيل العام في قنيطره، تفتح فيها التحقيق كل شيء. مشينا لعند الفرقه الوطنيه، جايه سي الراديو ما نكرش هاد الاوديوات. هاد الاوديوات قال ديالي وانا اللي كنقول هاد الشيء وانا اللي كندير هاد الشيء كامل وعلى باه وعلى كل شيء. وما رغم ذلك علاش ما خديتش حقي، علاش ما تشد، علاش ما واخا الطوموبيل تشدات وتشدوا البصمات فيها وتشدوا المكالمات ودريت الراضي باش خرجت الطوموبيل من عند بومهدي حتى المكناس البراج ديال فين داروا هذه الكارثه. هادشي كامل موثق ومسجل وبالدقائق وباللوكاليزاسيون وبكل شيء. دارت مجهود كبير الفرقه الوطنيه وصلت للحقيقه. علاش ما تعتقلش؟ انا لحد الان كنتسائل علاش. وياسين كيعترف ان هذا الشيء ديالي ما نكرش هادشي كامل، ولكن ملي كتفتح قوس علاش كون طبق القانون في هذا الملف هذا ما نوصلش انا خلينا نرجعوا. صحيح، نرجعوا لهذا الموضوع. خلينا نمشيو للبدايه. رجل اللي هو انت تربى في احضان الراضي، واحد اللحظه اردت الخروج ان لا تبقى في جلبابه. واش هذه هي البدايه ديال الصراع او الانتقام؟ وشنو اللي خلاك انت تبغي تخرج من جلباب الراضي؟ هو الراضي انا كنت معاه في الحزب، وقبل ما يكون ولده باقي صغير. احنا تقريبا واحد 25 عام ولا 24 عام وانا كنشتغل معاه من الشبيبه ديال الحزب. وانا كنشتغلوا كندير مدير الحمله ديال الانتخابات، كنجيري كلشي الانتخابات بصفه عامه في الاقليم ديال سليمان كنجيريها. وكانت عندنا واحد الثقه بيناتنا كبيره على اساس بانه كنشتغلوا في السياسه. غادي نهار وقعوا له مشاكل في الحزب، تم التجميد ديالو، الطرد ديالو من الحزب. علاش وقعوا هذه المشاكل؟ كان يريد ان يستولي على الحزب. هي واحد المجموعه ديال الحوايج، ولكن اللي واضح الصوره مزيان هو كان باغي يدير واحد المؤتمر وحيد الامين العام، وباغي يعني كان دخل حتى في صراع مع الداخليه ودخل في المشاكل. فدا دخل في عرقله ديال الاستثمار ديال المستثمرين كبار، دخل في حوايج اللي ما بقاوش يشرفوا الحزب باش يبقى فيه الراضي. اوكي، وخدا قرار السيد الامين العام السي ساجد انذاك، وتم التجميد ديالو في العضويه ديالو في المكتب السياسي. ديك الساعه الابن ديالو ياسين كان مخاصم مع باه، وكان ضد، يعني كان مخاصم مع باه وكان معنا هنا في الفريق. صافي السيد اللي ما بقاش معنا في الحزب، حنايا جمعنا المجموعه ديالنا كامله اللي كانت في الاتحاد الدستوري، بقينا كنشتغلوا مع ياسين. دازت واحد الفتره، فات واحد الانتخابات مباشره، ياسين تصالح مع باه، رجع عند باه يدير ستوريات وياه، باه حبيبي صاحبي انا با. المهم احنا اختلفنا ولا مشكل اخر، اختلفنا مع ياسين. ملي اختلفنا مع ياسين خرجنا مباشره، مشينا للحزب. السيد الامين العام عطاني المسؤوليه انا على ككاتب اقليمي ديال المنسق اقليمي ديال الحزب، ووعدوني باش نكون في المكتب السياسي في بلاصه الراضي، في بلاصه دريس الراضي. بديت نشتغل مع مجموعه، حققنا واحد تنظيمات كبيره، التحقوا بنا ناس اخرين. يعني الحزب زاد طلع. هو كان عنده واحد التحدي الراضي، كنت نقول انا حيدت هذا الحزب خصو ما يبقاش يدور في المنطقه في الغرب كامل. وماشي انا اللي كان تيحاربنا حنا في المنطقه ديال سليمان والرؤساء، كان تيحارب الاخوان ديالنا في قنيطره، كان تيحارب الاخوان ديالنا في مولاي وسلام، الاخوان ديال كاع الحزب. اي حاجه كنبغي يرجعوا تيقول نسيروا لاي حزب الا هذاك الحزب ما خصوش يبقى حيت منه في الغرب ولا في المنطقه، ما خصوش يبقى. حنا استمرينا، مشينا المصلحه العامه، كنخدموا الحزب ديالنا وكنخدموا البلاد ديالنا. ما تقبلش داك الشيء. هو كان تيصيفط لي الناس ديالو كامل، تقول الا قول له يمشي من ذاك الحزب لاي حزب بغى الا هذاك، ولا ندير ضحيت من اجل الحزب. فهل الحزب ضحى من اجلك؟ بصراحه سي محمد لا، الحزب خلاك منك الفم المدى. كانت واحد المجهودات، ولكن مجهودات بسيطه. واكثر من ذلك هو الحزب يعني ما نقول الحزب زرفني. علاش زرفني؟ كان تيأثرني الحزب على اساس بانه ما نخرجش للاعلام، ما نهضرش في القضاء، ما نهضرش في الحوايج اللي يعني في الحوايج اللي كانت تداروا لي. كانوا تيداروا لي هذا الشيء. سيد الامين العام، المكتب السياسي، راه انا غنمشي للحبس، راه هذا الراضي اش كيدير ليا، الراضي دار لي طوموبيل في المكناس، الراضي جاب لي واحد شاهد زور. خلينا في الطوموبيله ديال المكناس.
بقاو غاديين بدقه بدقه. كان تيقولوا لي ديك الساعه باش نختم هذا الموضوع هذا، كان تيقول لك سيدي خلي الامور تمشي مزيانه، ما تهضرش، ما تخرج الاعلام. انا كنت بغيت نجي نطلع في القناه كيقول لك كنت بغيت نطلع في القناه ديال التحفه شحال هذه، ونطلع في قنوات اخرين، ولكن لا. شكون اللي كان كيقول لك اسكت ما طلعش؟ السيد الامين العام والاخوان ديالنا في المكتب السياسي تيقول لك غير ما تهضرش، خليه يدير اللي بغا، والقانون هذا في الاخر تلقيت راسي محكوم، ما بقى عندي ما ندير. بقى عندك من دي. نرجعوا للطوموبيله ديال مكناس لان فضيحه بكل المقاييس. وإلا جينا نشوفوا حتى من دبر لك تلك المكيدة هم يقبعون الآن في السجن. من حرك الملف السدراوي، صحيح، عبد اللطيف بومهدي، صحيح، النويرة، هذو كلهم الآن في السجن. يعني صحيح. كنت في مواجهة مجرمين. نحن نقول مثلا هادو داروا هذه القضية، هم دابا الآن في السجن. علاش لا زال هذا الملف يروج بالرغم من أنك بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب؟ شنو فين كاين الخلل؟ وشنو طرا بعدا فيك انت باش وصلك الخبر؟ انا نقول لك الخلل ونرجع نقول لك فيك الثانيه الخلل. وهذا المشكل، هذا الملف علاش ما تفاعلش فيه الامور، ما مشاش هذا المجرى ديالو كما خصو يشد، حيت المتهم الرئيسي واللي ممول رئيسي فيه هو درس الراضي. هو درس الراضي، حيت الفرقه الوطنيه راه دارت مجهود كبير ووصلت لهذه الحقيقه هذه، لانه كاين وسائل علميه كتثبت بان درس الراضي هو الممول الرئيسي، هو اللي دفع بومهدي دار هذا الشيء، هو اللي دفع الاخوان مع بومهدي دفعهم يديروا هذه المشاكل هذه باش يطيحوني انايا قبل ما يدوزوا للبلومبي، قبل ما يدوزوا لهذا الملف الاخر. فين كنتي لحظه وقوع الفضيحه؟ اللحظه ديال وقوع الفضيحه كانت جات برمضان، مع رمضان، مع ديك 5 د العشيه ولا 5 ونص، وقع هذا الاشكال مع الغروب، مع الغروب. ديك الساعه حنا كنا في اجتماع رسمي كنا دايرين في الدار ديال رئيس الجماعات المساعده، وكانوا فيها رؤساء الجماعات كامل ديال الاقليم. قولي شكون اللي كان حسن العواد. وعلاش ما يخرجش حسن العواد يقول الناس راه هذا كان معايا؟ كان شفيق، كان رئيس المجلس الاقليمي الحالي دابا المغراوي ادريس، رئيس جماعه بومعز، كان حسن المغراوي، كانوا واحد المجموعه، كانوا كاع رؤساء الجماعات كانوا حاضرين، وكانوا اعضاء ديال المساعده المجلس كامل. وهذا الشيء باخبار من السلطه، وراه هذا الشيء كله كاين تقارير، كاين كل شيء كتثبت بانها فين كتابع كنت. هذيك الساعه انا درت واحد العريضه فيها الاخوان اللي كانوا كلهم حاضرين معنا، مني عيطوا لي الدرك ديال مكناس بان تعالى واحد الطوموبيل راه لقينا فيها الحشيش والقرطاس، ولقيناها فيها وثائق مزوره بسميتي انايا، وفيها الكليموجين، وفيها سلاح، فيها واحد المجموعه د الحوايج، فيها تليفون دار فيه واحد النومر بحال اللي راه ديالي. هذاك الشيء كامل من شدوا الطوموبيل يقول لك ودي راه بحال انا اللي ديت الماكينه، وانا اللي درت فيها هادشي كامل، وانا اللي كنت غادي ندير بها شي حاجه اخرى. ملي ديت لهم وديها فين كنت عطيتهم النومر ديال التليفون ديالي، قال لي شكون كان معاك يعطينا التليفونات ديالهم كامل. لحقت ضربهم لقوني بصح انا كنت في المساعده، ما تحركش من المساعده، جيت من الدار ديالي من القصيبيه ديريكت مباشره للاجتماع في المساعده، وبقينا حتى فطرنا في الماكينه، ومن فطرنا خرجنا شربنا قهوه في سي سليمان، ما تفركتنا حتى من وقت، مجموعا بحجه كامله باعضاء مجلس ورؤساء جماعات كل شيء. وتا صراحه هما الاخوان كامل من رؤساء الجماعات عبروا باش يمشيو يشهدوا ويثبتوا، ولكن من بعد مني اتصلوا مع السلطات وداك الشيء اكدوا لهم ان داك الشيء راه ما كاينش، وحتى هما شافوها معيقه، لحقاش الطوموبيل انا بعدا لا املك شي سياره مجداسي في سميتي، انا هو مزورنا ديالها في سميتي. ملي نجلس مع الدرك الملكي كيقول له دي لاكارت ديالك هو عندنا لاكارت، تنقول لهم لا لاكارت هو عندي، لاكارت راه هذيك دوبل، تنجبد لهم لاكارت الاصلي كنقول لهم لاكارت ديالي، البيرمي ديالي هو عندي، كلشي مصاوب بحال داكشي خارج من دار السكه مصاوب بسميتي. سؤال السي الخلوقي، كيفاش كيكون عندي واحد في السجن محكوم بقدرة قادر كيخرج يشهد لصالح الراضي ويرجع للسجن؟ كيفاش كطرا هذه؟ دابا انت كنت قريب بزاف من هذا السيد هذا، يعني واصله يعني القوه الجبروت ديالو حتى لهذا الحد. دابا هو انا عندك عي حاله واحده بعد حاله واحده اللي وقعت بعدا، حاله واحده اللي وقعت انت حاضر لها، حاله واحده اللي وقعت بعدا اللي تفضل. دابا هاد الطوموبيل ديال مكناس انا ما دعيتش بومهدي عبد اللطيف، الفرقه الوطنيه جبدته، هي اللي جبدت بان الطوموبيل كانت عنده في الدار، خازنا 15 يوم هي عنده في الدار، كلشي كاين محاضر، كاين كلشي كتبت هذا الشيء هذا.
شرجه فيها داكشي من الدار عنده، خرج غادي كيتواصل مع داس الرادي، وصل الطوموبيل حطها تما كاينه، رجع منين داز كلشي هذا. هاد الطوموبيل دايره في 2022 كدوز عام وحنا كانت في تطاحنات سياسيه وفي كلشي، وكيتحالفوا بان غندخلوه للحبس باي طريقه، غندخلوه للحبس. كيدوز عام كيجي خوه اللي هو رشيد وعنده مجموعه نويره، خو نويره وي خو بومهدي، كيجي عنده واحد المجموعه ديال المشاكل داخل عليها. حقاش دابا هذا النوع هذا كيستعملوا من الرادي، هاد ذوي الصوابع تكون جيغريسيف. كيفاش كيخرجوا من الحبس كيشهدوا يرجع؟ انا نجيك لا تكون هذا كان باقي ريشيرش، انا نجيك كان باقي ريشيرش، وعلى اساس بانه ريشيرش يقول له سير دير اللي بغيتي وانا غنعطيك قد وقد ودير اللي بغيتي، ونهار طيح غنقول لك انا شكون غتجرب معك، غنقول لك انا شكون اللي غتجبد معك. كاع اللي كيدير اللي عنده عداوه مع الرادي راه غيجروه شي واحد، راه غيدخل غيجروه، حيت دابا هادشي كامل بناء على اقوال ديال هذاك، بناء على الاقوال ديال هاد النويره. هاد النويره شكون خو عبد اللطيف، شكون دار الطوموبيل في 22 باش يتهنوا مني ويغبروني في الحبس. الفرقه الوطنيه اثبتت بان بومهدي كان في الطريق كيهضر مع الرادي، مع الرادي توصل الامانه. وشنو طرا الرادي؟ والو حتى حاجه. انا في عند الفرقه الوطنيه طلبت المواجهه مع الرادي، قلت لهم ودي راه هادشي راه كنعطيكم ادله انا بان هادشي. وحتى الفرقه الوطنيه قالت لك اوكي دير المواجهه مع الرادي، المواجهه ولكن بشرط خصنا نستشروا مع النيابه العامه. اتصلوا مع النيابه العامه قالت لهم لا ما تديروش المواجهه. علاش؟ ما عرفتش، هذا هو السؤال اللي نطرح. علاش ما تواجهش واحد غادي بك للحبس؟ علاش ما بغاوش يديروا المواجهه، ما بغاوش يديروا حتى شي حاجه. شحال مجموعه الحوايج كاع البحث اللي دار، كاع هذاك البحث اللي دار في الفريق الوطني كله دار، لحقنا التقديم داروا له الحفظ هو حيدوه من الدوسي، بقى بومهدي اللي داروا له المتابعات كامله لبومهدي، وياسين داروا له عدم التبليغ. من البراءة في ملف الأورو إلى 10 سنوات. وهاد الملف اسمح لي نوضح لك مزيان. هاد بومهدي هاد النويره نشد على الجدرميه وواجهوه بادله بان هاد الشيء راه ما كاين منه والو، ما قالت داز على تحقيق على الوكيل على كل شيء، يعني حاصروه الجدرميه بالمسائل مضبوطه بان انت كتقول شي حوايج ما تدخلش الدماغ. هاد السيد اشنو كيدير معاك؟ حتى حاجه. مشى صافي ما كاين والو، مشى للسجن، جلس شهرين ولا 3 شهور في الحبس. هو في الحبس. واحد النهار كتب شكايه للسيد وكيل العام من داخل السجن، تيكتب له شكايه تيقول له انا كذا كذا. السيد وكيل العام شدها حالها على الدرك الملكي، يمشيو يستمعوا له تيقول لهم اي هاد السيد هذا راه هو اللي كيعطيني انايا داك الاورو، تيجيب لي الاورو، ومن تيجيب لي الاورو انا كنمشي كنكريسي به. واش فين تلاقيتي معاه؟ داروا لنا الخبره ديال التليفونات، ما كاين ابدا، ما عمر تلاقيت معاه. فين شكون كان معكم؟ حتى واحد، شي ادله، شي شهود، شي حاجه. بهذا الشيء كيديروا لنا متابعه وكيحكموا علينا. وهو عندنا عداوه معاه. الاورو اللي كان عند النويره مين كان كيجيبو؟ هو اللي خصو يقول لهم ما كيجيبوه. انا راه احنا كنا كنتسائلوا ما كانش يجيبوه، حيت دابا كنسمعوا هذا. ولكن ابتدائيا كتسمع هذه القضيه ديال الاورو محمد. الناس بزاف كتسمع الاورو كتسحب هذا الشيء راه فيه الزوير، الاورو والعمله كذا. وهادو راه هادو شنو هادو عصابات تيجريسيو تيشدوا واحد يقول له اجي غنصرفوا لك، عندنا الصرف وهذاك نصرفوا لك ونديروا لك، تيجي تيفكوا له داكشي بالسيوفه وكذا، داكشي كيديروا له داكشي. واش دابا انت تصور كان رئيس المجلس الاقليمي غادي يمشي مع هذا؟ ولكن بلغنا بانه كانت ماكينه ديال صنع الاورو وكذا، شي كله مغالطات تيغلطها بها المهداوي والسدراوي تيغلطوا. ومن بين الناس اللي تنصب عليهم قال لك ناس مشهورين فنانه. هذا الشيء كله مغالطات تيغلطوا بهم. كان حق دابا الرادي خص تعرف باش يخدم. الرادي تيخدم بوسائل، تيخدم بغطاء اعلامي اللي هو عنده المهداوي، تيخدم بغطاء حقوقي، تيخدم بهذا الشمكان مكلف بهم بومهدي، تيخدم بداكشي ديال الصفحات وداك الوقفات وداكشي مكلف بهم مشاهد الزعر. كيخدم كل واحد عنده هما دابا هادو راه عصابه، ماشي واحد منظومه كبيره. اي واحد بغى يطيح. ودابا انا ولكن انا كنقول لك اسمح لي الله يرضي عليك، مهداوي راه يروج الصحفي المهداوي بانه صحفي يتكلم بلسان الشعب، هموم المواطنين، شريك للناس في الدفاع عن القضايا. وكيفاش يعني هذا مع الرادي؟ دابا اسمح لي نقول لك واحد المساله باش توضح مزيان. انا كنت 25 عام وانا مع الرادي. انا كنت نكون انا والرادي في الدار وكتجي المهداوي
كتيجي المداوي كان كيدور ما بين الراديو والمهداوي. تيكلفوا بشي مسؤول كما كان عارض الراديو تيقول له بدا عليه انتقديه تيري فيه، جبد له كاع الحوايج اللي كاينين ما كايناش وخليه موضوع راي عام يبداو يهضروا عليه الناس باش هذاك السيد تشعل ليه البوله، خصو تشعل ليه البوله، يشعل ليه البالي باش ديك الساعه يمكن حضرتي لهادشي؟ حضرت لهادشي عده مرات باش هذاك وشهدوك الله واش انت صادق. اقسم بالله العلي العظيم الا هادشي كيديروا المهداوي. اعطيني شي مثال ديال الراضي قال المهداوي شير على هذا. العامل ديال سي سليمان سي عبد المجيد الكياك بعد ما طبق بما فعل الشكايه ديال هو اللي دار الشكايه نيابه على وزاره الداخليه، هو اللي ديكلونش لافير ديال 83 قطعه ديال ولد حنون. نهار اللي دفعها وتاكد منه دفعها ديك الساعه طلق عليه المهداوي، بقى يجبد له في العائله ديالو وفي الاسره ديالو وفي الاملاك ديالو وكذا. واحد النهار ما بقاش قد العمل يتواجه معاهم، هو يطوع ما بقاش يقدر يتواجه معاهم وكثر من داك الشيء. سبحان الله دابا نقول لك شي حوايج. لا هضرتي لهاد المساله هذه غير دقه الله يرضي عليك، حتى الراي العام خصو يعرف. نبقاو هنا نقول لك شي حوايج يقدروا يضروا البلاد، خاص يضروا البلاد. انت واش نقولهم انا؟ لا قول انت واش نقولهم؟ قول. حنا قلنا ما حنا نقول الحقيقه، كل الحقيقه. وتصور لك راه هذاك راه عامل صاحب الجلاله معين سيدنا كيصيفط له دريس الراضي ميساج يقول له ندير امك ونفعل امك ونترك امك وبالدليل. ودابا ديك الارقام ديالهم بس صيفط له الميساج وبالتاريخ ما فكاش تيسبوا ويلا هضر يحرش عليه المهداوي وسكت وطلق عليه المهداوي ورجع للور. وانا بقيت بوحدي في الواجهه، هو رجع للور وانا بقيت بوحدي في الواجهه. عرفتي ما كنعيشوا اخي اسمع، حنا ادينا الضريبه اخي محمد. هذا الشيء شي خطير، ادينا الضريبه على شي كان راه عامل صاحب الجلاله كيتسب وبالدليل نعطيك ارقام ونتكفوا معاه صيفط له الميساج واش قال له وكل شيء. يعني المهداوي دوبرمان ديال الراديو. وشحال من شكايات دارت به؟ شكون دار به الشكايات باش رجع الله؟ دارت به من؟ بالعامل. شكايات شكون اللي يمكن بالشكايات نعرفوا السدراوي واش الزهر كيشكوا بالعامل. بالعامل عامل صاحب جلاله اللي عينوا صاحب جلاله خصو يطلعوه يستمعوا للوكيل العام، حيت هو ضابط سامي خصو يستمع للوكيل العام، خصو يطلعوه هو يطلعوه يهبطوه وكذا بصح باش ما يبقاش يجبد حتى واحد منهم، ما يبقاش يقد يقيس شي ورقه ديالهم هما، ولا يقد يقرب شي ارض ديال السلاليه. وكذلك كان في وهادشي اللي كان صحيح. نعاودوا نرجعوا شي شويه لانه انا راه عقلي انا شوف انا نجيك من الاخر. انا قرايتي حدا طعارجي ودرابكي ما النيفو هذا اللي وصل ليه ديال النصب انا راه ما فاهموش باش كون واضح. من البراءه نعاود نرجع لها حكم ابتدائي البراءه في قضيه ديال الاورو وجميع الادله لما الخبره ديال الهواتف. شنو اللي خلى الحكم يتقلب ل 10 سنوات؟ وحاجه واحده اخرى، شنو اللي خلى النقد يمشي لك حتى بوحدك؟ انا نذكر الصور ديال الملف باش تفهمت مزيان هذا الملف شنو فيه. هذا الملف هذا في 2015. هذا الملف هذا في 2015 كيجي واحد ذوي السوابق سميتو عزيز الفنكوش. هذا عزيز الفنكوش كيجي انا واحد النهار تيمشي كينصب على شي واحد بهذه الطريقه هذه، كينصب على شي واحد تيقول له ارى ليا غندير لك كنفعل لك. كيتشد متلبس واللي معاه تشد متلبس في بلاصتو. كيجي كيخرج من ديك الساعه. حنا فين ديك الساعه؟ نفس الساعه اللي تشد فيها متلبس فين انا في مؤتمر ديال الحزب اللي كننتخب فيه ساجد امين عام في الدار البيضاء، ومعايا الراضي ومعايا ولده ومعايا اعضاء المكتب السياسي كامل ديال الحزب ومعايا رؤساء الجماعات ديال المنطقه وكل شيء معنا. 3 ايام ما جيناش، الجمعه والسبت والحد. المشكل وقع نهار السبت، وهذاك الشيء كله بروغرامي. غتمشي انت هو عنده ديجا صوابق، غتمشي انت غدير بالعاني وغيشدوك وغتجبد واحد 10 ديال الاعيان ديال المنطقه. هاد الناس كلهم ما عرفتش واحد فيهم ما عنده علاقه بهذا الشيء. وكيدير الملف كيدير الملف هذيك الساعه. حنا كنوات انا مثلا بديت ندير واحد الشعبيه كبيره وداك الشيء، خصو يديروا لي الدوسي هذا، من بعد شكون باش تكون عندك الامور واضحه مزيان. تقدمنا داك الشيء ما كاين والو، هضره خاويه. كدير الملف في الحفظ. الملف علاش دار في الحفظ؟ كان ديك الساعه الوكيل الله يرحمه لا رحمته فعاله، كان الوكيل العام مرزوقي. اي
دريس الراضي باش دار الملف في الحفظ ديك الساعه، باش دار مقابل باش دار الملف في الحفظ طلب مني انا الشيكات، عطيني الشيكات عاد حبست كان الملف هذا. شكون اللي طلب الشيك؟ دريس الراضي. شحال ديال شيكات تقريبا كانت عنده 300 مليون، عطينا 300 مليون باش تحبس ديك الملف وتقدر السياسه مرتاح، ولا تشي الحبس دابا وانا معاه. الساعه اللي وقع المشكل انا معاه في الدار البيضاء. اوكي واش تدخل لك الدماغ هذا؟ لا وهاد الشيكات راه انا تخاصم معاه دفعهم ليا وراه باقي كندعاو عليهم دابا. الا بغيتي الملف يمشي للحفظ غتعطيني شي تعطيني الشيكات 300 مليون. غتعطيني الشيكات. وي هادشي بعلم الذراع الاعلامي ديالو. تنقول لك انا تنقول كلشي ما كاينش مباشره. عطيني شيكات. شنو مصلحه ان الملف مشى للحفظ؟ شنو مصلحه ان السدراوي خرجوا لك من الحفظ؟ هذاك الملف مشى للحفظ تسد ما فيه حتى انعدام اثبات السيد اللي وانت تعاود تقلق الراضي عاوتاني من جديد ويجبدوا لك السدراوي بناء على واحد المسطره مرجعيه مخليها عليك شمكار. ياك مخليها عليك شمكار تتهمك تقول كذا معايا شي ادله ما كايناش حتى موقع دار ديك الساعه. انا في الدار البيضاء كل واحد اللي كاين حتى شي واحد ما كاين. هذاك كلهم مفبر كامل كان باش يدخل واحد الناس يركعهم ويشد عليهم ضمانات ويشد عليهم شيكات باش يديوا له الولاء السياسي اللي هو يبقى يخدموا معاه ديما. يعني وهذاك الشيء حنا فعلا بقينا غادي نخدم معاه. كان غادي نتوجه مزيان. قلتي الولاء السياسي وهنا كنتفكر الفيديو اللي كان وصلني ديال واحد المواطن مغربي من سيدي سليمان تيقول وهو يصرخ بأعلى صوته أن الراضي كيقول له أنا هو الملك اللي كنحكم من قنيطرة القصر الكبير. شفتي هذا الفيديو هذا؟ نشوفوه ونرجع. باش من سيدي يحيى كيقول لك انا قنيطرة انا سوق ربعه. شوفوا لا بريكات ديال الثمانية اش دار فينا. شوفوا اخوتي كان عليهم يديروا في الشكايات والو ما كاينش كيعطينا الحق ما كاينش. السيوفه كيضربنا بالسلاح انا بشر ولا حيوان. شوفوا اخوتي شوفوا الا التعبان اللي كيتشد بالسلاح حنا بشر ولينا كنتشد بالسلاح. شوفوا اخوتي رئيس النادي الحقير عاقد بيك الجماهير. رئيس النادي الحقير عاقد بيك الجماهير. رئيس النادي الحقير دريس الراضي خرج علينا. دريس الراضي هبلونا دريس الراضي الحقير عاقد بيك الجماهير. هبلونا دريس الراضي الحقير عاقد بيك الجماهير. قتلنا نتحاربوا حنا نموتوا ما نبقاوش. هذه الشاشة كنضربوا بالسيوف لا بريكاد ديال الشريعة ما كاينش اللي يعطينا حقنا ممنوع ما كاينش. هو كيعتقلنا بلا ما يحضر عرفت خلنا واحد لا اله الا الله معدود واحد قتلونا واحد اعتقلونا بعدود والله لا بعدود والله بعد السليم اعتقلوا. قالوا السيدي اسمع قالوا هذا العود والله دخلت هو انت جاب له الزور جاب له 6 مليون وقال له شد بيه هو يدي اعتقلوا عجبنا دوعنا. قال لهم انا هو الملك ديال الغرب. قال لهم من القنيطره تلانيش. فعلا هذاك الشيء اللي كيقول ذاك المواطن هاد الهضره كتقال في المنطقه. هاد الهضره كتقال وهو كيدعي حقاش هو واحد الوقت ما كنتش حصرت واحد الراضي. ماشي دابا مني ناضلو تحفه ولا من دابا مني ما بقاش في الحزب ولا من ناضلو تحفه باغي تشري لي الصداع. لا ودابا من نهار وليتي كتفضح الامور كلها توضحات حيت هذاك الشيء كان مخزون ما كانش يتناقش ما كانش حتى يقدر يهضر عليه. كان شي واحد كان عيالات اللي هضرتي على الراضي في الدار يقول لك اسكت راه غادي تصبح تمشي للحبس. دابا راه كاين شي حوايج لهاد الدرجه تهضر تمشي للحبس. كيفاش الزريعه وبرد يسمح لي كنقص لك لان اقسم بالله العظيم اخي محمد اقسم بالله العظيم والهليس في حياتي كلها هذوك الناس مظلومين ظلما وعدوان والله ما داير له حاجه. هذوك الناس هاد الارض اللي وقع عليها المشكل هاد الارض ديال قبيلتنا ديال ولد حنون. هاد الارض راه شاده هو من 1990 هي عنده. حتى لا نتيها في التفاصيل جوج تشدوا تقتلوا عصا وتلاحوا قدام الجندارم مشاو للحبس. كيفاش باي حق انت تسلخ الناس وتلاحهم قدام الجندارم؟ اكثر من داك الشيء اسمع سرقه الاخشاب
احنا بحكم التجربه ديالنا كنديروا السياسه وكنضربوا نشوفوا في الناس سرقه الاخشاب في سرقه عامين. الاخشاب كيمشيو لمحكمه السليمان ماشي في قنيطره، ماشي محكمه السليمان. عاود هذه نسمعها، ماشي سمعها المهداوي الصحفي الكبير سرقه عاود هذه. سرقه الاخشاب جرات العاده، حنا كنضلوا نشوفوا الناس ونصالحوا الناس، وشحال من واحد كان يسرق الخشب ونمشيو نصالحوا مع اوكوفوريست ومع الشركه ديال الفورستيه، مع الشركه ديال اللي تابعه سي دي جي، مع واحد المجموعه الغابات اللي كانت مع الراضي اللي شحال من واحد دار له التنازل. ما عمرش واحد مشى لقنيطره باستثناء ذوك الجوج اللي مشاو لقنيطره. واحد المسألة غريبة السي عبد الواحد، دابا الراضي ومن معه كيدوزوا في سيدي سليمان كنكتشفوا بان المحامين ديالهم دائما كيقولوا للناس ديال سيدي سليمان القاضي تيقولوا بانه لا، هذا الملف راه ماشي اختصاص ديالكم، هذا راه خصو يمشي لمحكمه الاستئناف بالقنيطره. يعني هما كيغرقوا الناس ديالهم، علاش كيبغيو يصيفطوا من القنيطره؟ حيت ولات واحد القضيه معروفه في المنطقه تما سي محمد، الراضي ما تيربح حتى ميل في المحكمه الابتدائيه ديال سي سليمان، وما يربح حتى في المحكمه الابتدائيه ديال القنيطره، وما يربح حتى ميل في المحكمه الابتدائيه ديال سوق العربه. الراضي كيهضر باستئناف. خلي حد هنا شرحوا الواضحات غادي شكون واضحه مزيان. انا خويا داخل شوف وخاتي انا خدم معاك مولاي وشعيب سكت جبتو معايا وخاتي انا اديو عليه الثمن، حنا تنقولوها باش الامور توضح مزيان، حيت راه داكشي زعما راه خاص تعاد النظر في داكشي، وخاص تعاد النظر في داكشي. اثرت يوما ما القياد، جبتي القائد عبد الرحمن الامريكي، قائد اخر اللي تم يعني نقلوه لبلاصه واحده اخرى، كاين قائد لي يعني هذا الراضي هذا يعني حتى الداخليه ما كتقر فيه. خلينا مع القائد عبد الرحمن الامري، انت شككتي في الوفاه ديالو، هل لديك دابا انا وياك مباشره هل لديك ما يثبت؟ انا واخا ما يكونش عندي ما يثبت، انا كنقول بانه هذيك الموتة ديال سعد الرحمن الله يرحمه، يعني كيتقال بان فيها شي مشكل هذيك الموتة. علاش فيها شي مشكل؟ تيقول لك ودي راه داكشي ماشي هو هذاك، يعني السيد كان عنده خلاف مع الراضي، ما بغاش يوقع له على 83 غدار، عنده خلاف مع الراضي، توقع مات، دازت الامور كلها مديره، كان يعني تكتشفوا بان الطريق اللي مولف كيدوز معاها منين داز التوقيت وخرج من القياده. انت جبتي السميه ديال واحد المقدم ولا شيخ كان حاضر في الراسيه، كان حاضر في الموت، ودى الطوموبيل، هز الطوموبيل اللي دارت كسيده وهزها وداها للبارك ديال الامانه، وتكلف بزاف الحوايج. هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى. وهذاك المشكل ديال هذيك 83 غدار اللي هاد الناضيه الصداع واللي دعا فيها اللي تحكم عليها الراضي دابا، ودخل فيها الوزير ودخل فيها كلشي، دوز واحد المراحل. يعني القائد حنا تنقول هادشي فتحوا في تحقيق يقلبوا ولا ما كانش بصح. عبد الرحيم بوسيف، قائد عبد الرحيم بوسيف اللي قبل منه، تهز وتحول على حساب هذيك الارض، يعيطوا لعبد الرحيم بوسيف دابا قائد، يسولوه يقولوا له ودي راه علاش تحولتي انت، يقول لهم الحقيقه، يستمعوا له، وقراضاو كاع ما خلاوش قائد، ردوها موظف. قراضاو كاع. والقائد الثالث من مور اللي مات، السي محمد الاخر بوخليط، قائد اللي دابا متابع السيد الوكيل العام في هذا لافير، متابع مع الراضي. انا كنعذروا هذاك ما خصوش يتحاكم، علاش؟ لانه استثناء، شاف شنو وقع للقياد قبل منه، شاف القوه ديال الراضي فين واصله، راه وقع تحت الضغط. هذاك الناس نقول له وقع. عندنا قايد ارفض التقتل، عندنا قايد ارفض تم يعني نزلوا ليه من قرادو. والقايد الثالث خاف على راسه، سنا نبطح اليوم سنا، راه المتابعه. شنو نطالبوا بغينا نطالبوا بحمايه لك، ولينا غنطالبوا بحمايه القايد. شوف بعد سعد الرحمن مات الله يرحمه، شوف، ولكن سي هذاك القايد السابق خصو يتنصف، سي بوزيف خصو يتنصف. هذا القائد الاخر اللي سنا تحت الضغط خصو يتنصف، ما خصوش يتضحى به. هذه الحقيقه، والقضاء سياخذ مجراه، ما عندنا ما نقولوا. السي عبد الواحد الخلاقي، ورا الحديث معاك يطول اصحابي، مرحبا. حنا تنقولوا الحقيقه الناس محمد، الحقيقه
اللي بديتي كتقول هي منين بغا يصفيها لك الراضي ياك، هو من معاه. كنهضروا على المهداوي، كنهضروا على السدراوي، كنهضروا على الاخر. نسينا واحد المساله اللي هي خطيره جدا. الاراضي السودانيه حنا كنعرفوا بانه ما خصكش تسجل، ما خصك نهضروا على داك الشجري، نهضروا على هاد الامور كانت تدوز قدام عينك. كانت تدوز قدامنا واحد المجموعه. كان دابا داكشي ديال الكليزاسيون ولا داكشي كانت تدوز قدامك. كانت تدوز. انا بالنسبه لي داكشي ماشي هو كانت عندك بها شي علاقه؟ لا ابدا. ولكن ماشي هذاك هو البيت القصيد دابا ديال انا غير ربط بك شي شويه باش واحد تيقالي جات الدوريه من عند داكشي. راه هو قال لي راضي قبال ما تجي الدوريه وقبل ما جا. انت كنتي كتعلم بان العامل السابق كانوا دايرين ليه كاميرات ومتبعينه في الطوموبيلات. كانت كتقال هذه الهضره، كتقال وهو راضي اصلا، هو راضي بلي بالتجسس. بلي بالتجسس. نهضروا بشي هضره، خصنا نبقى نقولوا شي حوايج. لا وقول كل شيء الحقيقه. وراضي انا كان تيطلب مني نساعدو تجسس عيالاته كتجسس عليهم. هذا وكان تيطلب مني، وكاين ادله. ما نهضروش في الموضوع هذا. كان تجسس عيالاته ويجيب شوف يكونوا واش يديروا، شنو تيهضروا، شنو كيفعلوا. كان كلشي اكثر من داكشي ما نهضروش في داكشي. اخبار المهداويات هو الله يهديك اصاحبي. انا تنقول لك دابا المهداوي غير جات في الهضره. المهداوي هضر على ولد دخلت سي عبد اللطيف الحموشي وقال لك ما تدخلش ليه. ما يهضرش على الراضي اللي وصل غزلان من كوافوره للبرلمان. ما يدويش عليه. ما يقدرش. علاش ما يقدرش؟ وهو عارف. هو صحفي كبير. المهداوي صحفي هو يعني يضرب له 1000 حساب. لازم يخاف مره. شوف هو عارف غزلان مقربه ويعني مقربه من راضي بزاف اكثر من الحاجه هذه. واللي ما يقدش يهضر عليها الهضر اللي يعدمو. لكن من البرلمان ما يقدش يهضر عليها بخطر. الشركه الفلاحيه اتحدى اسمع اتحدى يهضر عليها. ما يقدر. والله لا قدر بالله. لهذه الدرجه. والله لا قدر بالله. حنا دابا ما تنبغيوش نبقاو نهضروا في شي حوايج. المجلس الاعلى. لا بقى فيه هذه القضيه. دابا جبتي لي الموضوع ديالها. انا وربي شاهد عليا في الساعه واش واحد خوتي المغاربه كيسمعوني ولا شي حاجه بحال هكا. ياسين كان صاحبي واحد المده. انا قلت لكم ملي كان تيقرا في كندا، جا من كندا، جا صغيور، جا دري صغيور باه تيقول لي نعرفو في راسك. مشى معايا الاقليم، كنعلموه كيفاش يدير الانتخابات، كيفاش يدير كل شيء. كان تيقول لي راه هذا عرفو في راسك، ما يتحركش من القنيطره ويخرج بشي لشي بلاصه الا ما خرجتش معاه انت وقلتي له شنو تقول، شنو دير، كيفاش هذا تكونيه سياسيا. انا كنتيق فيك غدير هذا الشيء. ياسين سبب العداوه ديالو مع باه باش كان ولا معنا في الخط. جيت كان المهداوي ما يقدش يهضر على الزوجه الجديده ديال دريس الراضي. ياسين كان تيجلس تكون ناشط شويه كيهضر، تيقول ودي بان هذيك السيده راها كانت صاحبتي انا قبل با وكنت معايا وداها ليا وكذا ولا تيهضر هضره وصلات. هو حلف علينا حنا هو كرؤساء جماعه، قال لنا مابقاش قلتو ما نضربوش وغندير له وغنفعل له وغنترك له وغنطيحو وناضلو النوضه ديالو. بس ولدو بغا يدقدق يعني واش بقى المهداوي جبدو المهداوي يموت. المجلس الاعلى للحسابات تحدث مؤخرا هادشي قبل ما يدخل السدراوي الحبس غير مأسوفين عليه. جا المجلس على الحسابات على الغرفه ديال الفلاحه وقالوا واحد الفاتوره ديال الزبابل ديال الفلوس كيتخسروا في الغداء. مين سولوه قال لهم لا ودي هذا راه في عهد دريس الراضي ما عجبوش الحال، جاب ليه السدراوي دار ليه وقفه قدام الغرفه. يعني هذه القضيه باش عندك تجبد سميتي راه غادي نحيك. انت في خبارك هذه القضيه؟ كاين تقارير ديال المجلس على الحسابات، كاين تقارير اخرين ديال المفتشيه العامه ديال وزاره الداخليه. هاد التقارير كلها ديال دريس الراضي ملي كتمشي للبحث كدير في الحفظ، ما كتخرجش. فهمتي؟ كتحبس تما، ما كتبقى تناقش، ما كتجيش للمحاكمه وتدوز المحكمه وتناقش وكذا، كتحبس في الحفظ حدا النيابه العامه كتحبس. وشكون اللي عنده في النيابه العامه؟ هذا هو السؤال. دابا المهداوي خرج قال لهم انا عندي خالتي في العرس،
انا كنت اعتقد بان خالته في العرس هو الراضي، وكاين شي حاجه اكثر من الراضي. ما كاينش حاجه، هو الراضي شاد شي حاجه اكثر من كل شيء. الراضي كيداوز مع الداخليه وما تيخافش، خارج كيداوز مع الداخليه وما تيخافش. وما خفتيش منه انت؟ وانا زعمو انا اش قال واحد صيدوني صيدوني، واخا ما ندمتش انا بيني وبينك على هادشي اللي وقع لي معاه، ولكن بقات فيا الشموتيه شويه ديال الرجله ديال الناس اللي كيكونوا معاك كيطمئنوك باش تخرج تحارب واحد المفسد كبير وانت ما قادش عليه، وكيطمئنوك وتيخوفوا بك. وصلت لدرجه ان صحابك ما بقاوش قادرين يهضروا معك؟ ماشي الكل، ولكن الثاني تيهضر معك ما يقدش تيهضر معك، ولكن ما يقدش يخرج مباشره للراضي، خوفا ما حتى صحابك. لحقاش دابا انت هادشي كامل علاش مبني؟ هادشي كامل مبني علاش مكار بحال هذا خو النويره ولا مكار جرد تحفه جيبو صيفط الحبس. اي واحد داروا الراضي قدامه غيمشي للحبس بهذه الطريقه. ما قاله المهداوي كيستعمل هو عين الحقيقه. الشمكار ما قاله المهداوي اللي جبدنا الاوديو في بدايه الحلقه، ولكن كذب في عين الحقيقه. هذاك الشيء قال المهداوي صحيح، ولكن كذب في الحلقه ديالك. والله لا الداك ديالك والله لا الداك ديالك 5500 غطار اللي عنده دابا ديالو، والله لا دارو ديالو. الاراضي ديال السلاليين ديالنا ديال قبيلتنا كيفاش كيبيع الاراضي السلاليه؟ ما فهمتش القضيه ديال الاراضي السلاليه. هادشي بكري ماشي واضح ختام دابا في العهد ديال هاد وزير دابا ولا هادشي عنده تراكمات. كانوا النواب ما قاريينش وداكشي، كان النواب نائب ديال الجمهور كانوا كيمثل الجماعه، كان تيجي تيوكلوا كيتهلا فيه وتيخلعوا بالقايد ومسؤولين كذا وتيخلعوا تيجي تيسني على هاد الارض تيفوتها تيكريها المدرس الراضي ب 200 درهم للقطار ولا 300 درهم للقطار، فهمتي؟ وهذيك 300 درهم للقطار ولا كتاخذها من واحد 50 ولا 60 عاد كيتجمع تعطيك واحد 600 درهم ولا هذا باش تفرق على ذوك الناس ديال هذا. ولكن بالمقارنه دابا ملي كتجيو دابا مستثمرين كبار تيكريو تما عندنا في المنطقه كيبدا الكرا من 5000 درهم وكيوصل حتى 15000 درهم وحتى 20000 درهم للقطار، وهو كاري الارض مثلا كراها مع ذوك النواب بواحد 200 درهم ولا 300 درهم حتى 400 درهم. دابا عنده 5500 قطار. 5500 قطار على ما يشاع بان كاينه في المنطقه في الغرب كامل بما فيها سي سليمان وقنيطره وبالقصيري وكل شيء. يقال ويشاع، انت اللي غتاكد لي انه كاينين شي ناس في المناطق اللي تحت السيطره، هذه هضره خايبه بزاف ولكن نقولوا ماشي هو تحت السيطره، ان كاينين ناس تما ما عندهم لا لاكارت ناسيونال لا هويه لا والو، كيستعمل لهم الراضي في جرائمه. نعطيك على مثال واحد بحال دابا هاد بومهدي نور الدين نويره، هذا ما عنده لا كارت لا شي حاجه، عنده شمكان عايش في الغابه قتال تيدير قوه الحوايج. نهار اللي كيوقع المشكل نهار تيبغي يقول له هو ما يهضر مع حتى واحد، عنده حمايه ديال الرادار واخا يدير اللي بغى ما يهضر مع حتى واحد تما في المنطقه. ولكن نهار اللي كيبغي يدخل باش يجر مع شي واحد اللي هو ضد الراضي كيدخل الحبس ديالو وداكشي كامل خالص على حساب الراضي. داخل باش ينفذ مهمه باش يمشي ب 10 سنين ويدي معاه الخلوقي ولا يدي معاه واحد اخر اللي مسؤول حتى هو السياسي ولا هذا كيحارب الراضي ولا اللي غيعارض الراضي في المصالح ديالو. كنبانوا لينا شي صور ديال البلطاجيه ديالو عندهم 500 اورو ورقه، شي صور انا عرضتهم. مين جابوا هذوك هنا في اوروبا وما كاين ما بقاتش كدور ديك 500 اورو. ودابا يعلم الله هذاك باش تكون عنده 500 اورو. عرفتي على من كندوي؟ عرفت كيما كندوي. كاين هذاك دابا حتى هو مسكين عبو فري هذاك اصلا هذاك غير بحال قلتي كيستعملوه وصافي، اما هو كشخص راه درويش ماشي شي واحد. قال لك سيدي المهداوي عيط عليك ما بغيتيش تمشي وتلقى معك شي نهار صدفه. واش انا سي محمد انا عارف المهداوي كيخدم الاجنده ديال الراضي، وانا عارف المهداوي ما عندوش المصداقيه وما عندوش المعقول وما عندوش يعني عارفو غيجيبني باش يجلسيني نخطا ولا يحاول يورطني باش ندخل باش يسطحني مع المؤسسات ديال البلاد ولا باش يحاول المهم هو جاي باش يصيدني. عنده مهمه هو مكلف بيا، خصو يطيحني باي طريقه، خصو يوسخ لي الصوره ديالي، خصو يدير لي اي حاجه، خصو يطرح عليا شي حاجه ما كايناش، خصو يبياجيني باش انايا يمكن نخرج شي خرجه ونصدق خاطئه في شي حاجه. ويورك عليه شي لقاء ادعى انه وقع صدفه في مهيدره انا وياه تلاقيت معاه واحد المره
تلاقيت مع واحد المره، انا كنت غادي انا خارج من الرباط جاي في سلا، انا وقف حاكم وقف عليا. انا كانت عندي واحد الطيوطه صغيره وكان عنده رونج روفر. كانت عنده عاود شنو كانت عنده؟ رونج روفر. كان عنده رونج روفر المهداوي. ماتريكولة الرباط، بلاصه حدايا في ستوب. قيدوا هذه المشاهدين، رونج روفر عند خويا ماتريكولة الرباط. تحياتي. السلام. قلت له واحد ما خصوش يسلم عليك المهداوي، السي المهداوي. قلت له ما خصوش واحد يسلم عليك. قال لي اديتيني بزاف. قلت له اديتيني بزاف على اديتيني خدمه الراضي، خدمه لصاحبك، حشومه عليك. قلت له داك الشيء كامل وانت هو انا كنت كنحكموا عليا ب 10 سنين، كنحكموا عليا في السنف. قلت له دابا واش انت دابا تدوز الحبس، واش تبغي يدير لك هادشي هذا؟ قال لي شوف، قال لي انت خطأتي. قال لي اش داك دابز مع الراضي صح؟ اش داك داز مع الراضي صح؟ يعني هو عارف الراضي ظالم، هو تنصحني، تيخاصم علي، تيوبخني، تيقول لي ما تدابش معاه صاحبي. ما تدابش مع الراضي صاحبي. يعني بالك هذا الصحفي ديال الشعب، راك بحال دابزتي مع شي حاجه في البلاد كبيره، يقر بذلك. يقر بذلك. تقول اش دابزتي معاه، اش داك اش دخلك في هادشي؟ والله القسم بالله. وطلب مني كاع باش توسط ليا باش تصالحني معاه وكل شيء، ما بغيتش. هو طلب وكنت صالحت معاه وقال يمكن كان يعطفوا عليا ديك الساعه، ولكن انا خديت قرار عنكون ضد. ما ندمش بصراحه هادشي كامل. حاجه وحده اللي كتخليني نندم، الحاجه وحده اللي كتضرني في قلبي بزاف خايس محمد، ماشي زعما نقول لك دابا اللي كتضرني بزاف في قلبي، هو المؤسسات اللي استغلها الراضي واستعملها باش يأذيني. هو صدروا علي احكام باسم جلاله الملك، صدروا علي احكام، وفي الحقيقه التركيبه ديالهم والفبركه ديالهم مراتي. انا كنقول دخلت انا وياك في صراع، وما تستعملش مؤسسات ديال الدوله ضدي انا، خليني انا وياك في التيران. نأكد لك بأن مؤسسة ديال الدولة لم تكن في يد أي أحد، لا البارح ولا اليوم ولا هذا. أنت راك عارف وأنا عارف، أنا تعرف وأنا عارف الناس اللي معاه باش نهضروا على المؤسسات. والله أكبر من هذه الأمور وأنقى وأصفى، ولكن شي ناس سامحهم الله لعباد المال وما قدروش يقاوموا دوك الرشاوى اللي كتعطى بسخاء من طرف الراضي. ولكن خاص محمد، انت بعدا ما ندمش بعض المرات كتحس بالحقره في بلادك. كتحس بالحقره علاش؟ كتحس بالحقره كتشوف انت كيفاش انت النهار الاول مثلا الملف كان في الحفظ بناء على انعدام الادله. لا ما كاين حتى حاجه. واصلا القانون دابا المسطره الجنائيه الجديده كيقول لك بانه شهاده متهم لا تجوز، ما كانت ادله ولا شي حاجه. ثاني حاجه، انت ما كاين حتى شي حاجه غيجي دير طلب السدراوي شكون مسخر الراضي، وغتستاجب للنيابه العامه وغتخرج لك الملف من الحفظ، وغيتحال مباشره بلا ما يعيط لنا لا قاده التحقيق لا بحث معنا لا والو، ديريكت للجلسه. فرحان السدراوي دخل الحبس، والله القسم انا فرحان وبغيت له اكثر من داك الشيء. انا تنقول لك واخا ما كنتش ظلم الناس بزاف، وانا على راسهم انا اداني بزاف. انا تنقول راه هاد المشاكل اللي وقع لي انا جريتيني مشكل. المشاكل اللي وقع لي انا دابا علاش بناوها بناء على الشكايه ديال السدراوي. جاب واحد الاوديو مفبرك ودار بيا شكايه بانني انا كنعاير مولاي حسن الداكي وكنعاير المؤسسه الملكيه، وهذاك الملف حطوا عليا بانني انا تحطيت بالاحمر بناء على الشكايه ديال السدراوي، وفتحوا فيها تحقيق وقلبوا داكشي ما كاين حتى شي حاجه. السي عبد الواحد الخلوقي، عاود لي بالضبط شنو طرا في الملف. كما قلت لك السي محمد، الملف كان في الحفظ. جاء دريس السدراوي بدعم وبإعاز من دريس الراضي، دار طلب الإخراج. المحكمة استجابت له، السيد وكيل العام ديال قنيطرة استجاب له، خرج الملف من الحفظ، حالوا مباشرة الجلسة المحكمة دون بلا ما يعيطنا على قد التحقيق، ما يبحث معنا، ما حتى شي حاجة، ما كاين حتى شي حاجة جديدة في الملف خطرة. كنمشيو للمحكمة الابتدائية، ونهار المحاكمة اللي هو اللي كان يتكلم عليه ياسر الراضي وكيقول لك بان غيجي السدراوي وغيجي المهداوي وغيجي كل شيء، انا كنطلب باش يفتحوا تحقيق ذاك النهار في ذاك الشاهد اللي جاب
دريس الراضي، لان شكون هو هذا الشيء اللي جاب دريس الراضي؟ شكون؟ المحكمه. هذه المحكمه ابتدائيه، في المحكمه ديال الغرفه ديال الاستئناف الابتدائيه، واللي هي عطاتنا البراءه بناء على بناء على بناء على التراجع ديال المتهم الاول اللي هو كان هذا، وبناء على التموقع ديال الخبره ديال الهواتف، وبناء على الشهود اللي جاوا حضروا اكدوا ان كلهم ان الشيء ما كاينش وما عمره كان، والشهود اللي اكدوا الشهاده ديال الامين العام ديال الحزب والسيديات والتفريغ وكل شيء بانني اثناء باش محاوله التورط ديالي انا كنت في اجتماع رسمي ديال الحزب ديك الساعه. شكون الشاهد اللي جاب لي الضحك؟ سمعتي الشاهد اللي جاب لي حسن خو العساس ديالو، خو محمد، خو العساس ديال دريس الراضي، اللي هذا العساس اللي هذا حسن خو محمد العساس ديال دريس الراضي، واللي هو صاحبي. وانا عطيت المحكمه كل شيء، عندي ادله بان صاحبي كيتواصل معايا وكنجلسوا عند دريس الراضي في الدار ديما وفي التواصل، كيجي كيأدي اليمين وتيحلف وكيشهد فيا زور. وهذيك الشهاده ملي سولوا رئيس المحكمه تيسولوا على الوقائع كدارت كلها مغالطه عنده، كتب له في المحاضره بانه في الحكم بانه كاين تناقض كذا، عطانا البراءه كامل براءه. خطير في الامر. شنو وقع؟ غندوزو للاستئناف، غتستنف علينا النيابه العامه، غنمشيو لمحكمه الاستئناف، ما استدعى حتى واحد، ما استدعت لا ضحايا لا شهود، كلشي دارتو المحكمه الابتدائيه عطاتنا البراءه. كندوزو كيعيطوا لنا، ما كيقبلوا منا لا مكالمه لا حتى باش تدافع على راسك، ما تقدرش تهضر تقول اسكت، ما نسولك جاوب، ما نسولكش ما تجاوبش. 10 سنين كامل، 10 سنين كامل ماشي مشكل. قلنا ودي 10 سنين داروها لنا كامل، غنديروا النقد وغنمشيو للنقد وغادي نثبتوا البراءه ديالنا بالتموقع بوسائل علميه. وديك الساعه انا كنقول بان ذاك النهار الابتدائيه هذاك الشاهد حسن اللي جاب لي اللي هو خو العساس، انا بغيت غير يفتحوا فيه تحقيق وقلبوا شحال ديال التموقع كان هو دريس الراضي، شحال المكالمه كانت تهضر مع دريس الراضي نهار المحاكمه، نهار غير يشهد فيا زور. هذه اللي تنقلب على هذه القضيه. درنا الخطير في الامر، درنا النقد. من تدير النقد تتفرقوا الملفات، توليو عندهم كل واحد عنده الرقم ديالو. مين كيمشي النقد؟ حنا ديك الساعه باش عرفنا بانه بحكم شويه التجربه ديالنا والقرب ديالنا وكنعرفوا كيفاش تيشتغل الراضي، جمع دوك الناس كلهم عرفناهم مظلومين في طريقي انا. الامور واضحه بان الراضي باغي يدخلني للحبس. يعني هاد الناس انت هو المستهدف. انا هو المستهدف. شنو درت انايا؟ جلست مع السي حنين واللي خوه تا هو معنا، وجلست مع واحد المجموعه ديال هاد الناس كامل، جمعناهم قلت لهم شوف الامور كلها واضحه، انا ما نزرفكمش معايا، هذا الخط راه كله عليا انا بوحدي. سيروا خويا انتم عاورطوا بهذاك السيد، انا ما نعاورتش به وما نمشيش عنده، نبقى معاه. عاورطوا يرغبوا، سيروا رغبوا، سيروا بيعوا له، بيعوا له فعلا. خطه نجحت. تقول بيعوا له، هذا خضره خطيره. يعني بيعوا له هي ادي الولاء، قال لك موت موت، وقف وقف، صوت صوت، ترشح، ما تسير للدار دير اللي بغيتي دير. داروها نجحت الامور. اتفاق، جلسنا قبل وقلنا ودي بان شوف دابا هنا يعني هو اللي كيحكم، دابا هنا الخطر هنا هو اللي يحكم بان حنا كامل ب10 ياك. غادي نجلسوا وغندير واحد الخطه بان انا راه العدو الدق كله عليا انا، باش ما نزرفكمش معايا. غتمشيو تعورطوا به وترغبوه وتبايعوا له، وفعلا هادشي باش تعرف ان راه هو اللي كيحكم، راه حنا ب10 تسعد مشاو عورطوا به، رجع لهم النقد ديالهم، تقبلهم، وانا داروا لي رفض عليهم. واش سمعتوا الناس هذا الشيء ولا غير عاودها الله يرضي عليك؟ عاودها. انا ما فهمتهاش. حنا 10 عندنا البراءه، عندنا البراءه كامل. المحكمه بدون حتى حاجه حكمت علينا ب10 سنين كامل. حنا فهمنا بان الراضي انت هو المستهدف، فهمنا بان انا هو المستهدف، والراضي راه واقف ضدي ياك. وانا علاش نزرف معايا هاد الناس كامل غيمشيو ضحيه في الطريق ديالي. انا نصحتهم، قلت لهم سيروا عرضوا به ورغبوه، وانا عارفوا كيفاش يفكر هو. انت باغي الصوات وباغي تحكم وباغي دير هاك سيدي، انا ما غنعاورش بك وما غنبايعلكش وما غنجي عندك. فعلا كيدوز المحكمه. هو طبعا انا من قبل كاع وما كلشي كان انا عارف. انا المحكمه الجلسه ديال نقد اليوم انا عارف هذاك الشيء اللي قال المهداوي يدخلك يخرج. انا عارف انا عارف غيترفض لي الملف ديالي وما يتقبل لهم. يا ليتني ما اتيت عندك. واش كاين شي عصابه؟ اسمع، واش كاين شي عصابه فيها واحد؟ لا. كاين شي عصابه فيها واحد؟ لا.
ايوا طبق الله دابا على هذا الحال انا داير كاع يديروني داير ويحكموا عليا ابتدائيه ما بقيتش انا فين على الحساب رجعوني للابتدائيه. سي عبد الواحد الخلوقي، اذا ثبتت براءتك مستقبلا ممن ستطلب المحاسبه؟ اول واحد كنطلب المحاسبه والمحاكمه ديالو هو دريس الراضي، لانه هو اللي فبرك هادشي، هو اللي راس الافعى، هو راس الافعى، هو اللي دار هادشي كامل. والدليل لا سمعنا بالدليل تنكون حنا اللي مشينا عورطوا به الناس، مشاو عورطوا به راه مرجع لهم النقد ديالهم، واللي ما عورتش به كلشي عنده قبل في الاستئناف ما يتحكموش وما نتحكم معنا، حيت الامور واضحه. وانا جاو عندي ناس وطلبوا مني نمشي نعورط به، ياك شو عندي ناس وطلبوا مني نمشي نعورط به، وكانوا محامون كاع ودوزوا لي في التليفون نهضر معاه وكل شيء، وانا رفضت. دابا هاد 10 سنين على التعوريطه ما بغيتش على التعوريطه ما بغيتش. ودابا الناس كون نمشي نعورط به تحيد لي. اوكي، ماذا تقول اليوم للقضاة الذين سينظرون مستقبلا في ملف السيارة أو في أي طلب جديد يتعلق بملف الأورو؟ الملتمس ديالي اللي كان نطلب انايا من القضاة هو محاكمة عادلة وفتح تحقيق في وقائع كامله، ويلقاوني بانني انا بريء ولا علاقه لي بهذا الشيء، ويلقاو دريس الراضي هو من فبركه وهو من دار هذا الشيء، واتحمل مسؤوليتي. واذا ثبت العكس انا مستعد لتنفيذ عقوبه الاعدام، تنقولوا كنتحمل مسؤوليتي فيها. وهذا هو الحق. سي عبد الواحد الخلوقي، ما رسالتك الأخيرة لأبنائك وللمغاربة الذين انقسموا بين من يعتبرك مذنبا ومن يعتبرك ضحية؟ ما رسالتك المهمة؟ أنا كنعرفوا المهمة وما أدراك ما المهمة. لكم الكلمة سي عبد الواحد الخلوقي. أول ما أبدأ به هو مولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس، الله يطولنا بعمره والله ينصره ويعيد العرش مجيد وجعله الله ذخرا وملاذا للعبادة والبلاد. أما الأسرة ديالي، الأم ديالي والأب ديالي، كنطلب منهم يسمحوا لي على هذا العذاب اللي عاشوا معايا في الظلم اللي تعرضت له، وكنطلب منهم بانه هما راه عارفيني بانني بريء، وهكا كنأكد نقول لهم ولدكم راه بريء ولا علاقه له باي حاجه اتهموا بها ولا دارت له اي حاجه دارت له. ولهذا ان شاء الله غتبان الحقيقه وغيبان البراءه ديالنا. نتوما نصحتوني شحال من مره قلتوا لي ودي ما تدخلش في صراعات مع هذاك الراضي، راه صعيب وراه خبيث، ولكني انا ما سمعتش لكم، ولكن الحمد لله ربي وجلاله الملك غادي ينصفوني. انا عندي الامل بجوج ديال الناس، عندي الامل في الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك بانه غتنصف ان شاء الله، وكذلك بالنسبه للابناء ديالي لانه تكرفصوا معايا وعشتوا معايا واحد المعاناه في المدرسه ومعاناه نفسيه. يعني كنقول لكم ان باكم راه بريء ولا علاقه له باي حاجه، وهذا الشيء كامل غتبان الحق ان شاء الله ديالو في اقرب وقت. وشكرا جزيلا. شنو كتقول للأذناب ديال الراضي المهداوي والسدراوي ومن معهم؟ بالنسبه انا اول ما اطالب به هو فتح تحقيق ومحاكمه هذه العصابه اللي فيها الراضي والمهداوي والسدراوي، لانهم عصابه منظمه زجوا بابرياء في السجون وتسبوا في واحد المجموعه ديال المعاناه ديال واحد المسؤولين كبار ومواطنين صغار، هما شبكه كل واحد مقسم الادوار ديالو، كل واحد شنو كيدير، كل واحد اللي كي يعمل في الغطاء الحقوقي، اللي كيعمل في الغطاء الاعلامي بالتمويل ديال الراضي. انا كنطالب المحاسبه ديالهم ان شاء الله وغتبان الحقيقه، وقريبا غنشوفهم في السجن ان شاء الله. الامور بدات توضح، الامور بدا ربي تيخلصنا فيهم، وحنا تنقولوا بان احنا في دوله ديال المؤسسات راه ما غاديش هذا الشيء كامل غتوضح، وهاد الناس غيتعاقبوا ان شاء الله باذن الله تعالى. السيد عبد الواحد الخلوقي، استمعنا اليوم الى روايتك وفتحنا امامك المجال لعرض ما تعتبره تناقضات وغموضا واستهدافا، لكن القضيه لن تحسم بالخطب ولا بالتعاطف،
بل بالأحكام الكاملة ومحاضر الشهود والخبرات التقنية وسجلات الاتصال والوثائق الأصلية. فهل تلتزم أمام المشاهدين السي عبد الواحد الخلوقي بأن تضع كل ما تملكه من أدلة أمام القضاء والرأي العام حتى يتم التمييز بين رجل ظلمته الملفات ورجل يحاول فقط الهروب من حكم صدر في حقه؟ هل تلتزم؟ سبحان في الحقيقه انا كنقول له كنتحمل مسؤوليتي قدام المغاربه وقدام الراي العام وقدام المؤسسات ديال البلاد ديالي. كنطلب فقط محاكمه عادله، وانا مستعد باش نثبت البراءه ديالي بوسائل وحجج علميه وتقنيه اللي كتثبت البراءه ديالي بان هذه لا علاقه لي بهذا الشيء كامل. راه لا يعقل العصابه فيها واحد، لا يعقل هاد بوم هادي غادي يدير لي طوموبيل في مكناس بدعم وبطلب من راضي باش يغرقني في الحبس وما تشدلوش وغيدوز يدير لي من فخر ويجبدني من داخل السجن وغادي يحكموا عليا. هادشي راه كله مبرك، وانا عندي جميع الدلائل وعندي بالتواريخ وبالتموقع وكل شيء بان جميع التحركات ديال راضي اللي دار في هذه الملفات اللي في برك اليوم نجح فيهم. سي عبد الواحد الخلوقي، أعترف لك لأول مرة أقوم بحوار مع شخص كيضرني قلبي. أنا ضرني قلبي وتمنيت يعني في لحظة أن ينتهي هذا اللقاء بسرعة، لأنه ما كنت أتصور أن هذا الراضي ولا هذا المهداوي ولا هذا السدراوي يكونوا بهذه الخطورة. نشكركم سيدي الكريم جزيل الشكر. باش ما نطولوش تفضل كلمه اخيره. انت سبحان الله قلتي بانه هذا الشيء كيضرك خاطرك وهذا الشيء صحيح. درنا قلبي والله سي خلوقي. انا دابا تقريبا هي عامين دابا باش خرجت من البلاد ديالي ياك. انا هاد العامين كامله اقسم بالله اخي سي محمد ما كنعس، لا نعست 10 دقائق كنفيق نهار ولا يومين. يعني تخربق لي النعاس، تخربق لي كل شيء، دمرت في حياتي، تكرفست. وانا واحد النوع اللي كنت نشتغل مع السلطه ديال بلادي وكنشتغل من المؤسسات المنتخبه ديال بلادي وكنعاون بلادي، وكنت باغي نحقق بزاف د الحوايج لقبيلتي والمنطقه ديالي والاقليم ديالي، وباغي نرد داك المنطقه اللي كنت فيها انايا بان نشوفوها بحال احسن من مناطق اخرين. ودرت واحد المجهود كبير ولكني دمروا لي كل شيء. وبالتالي انايا معمرني في حياتي خرجت نهار ولا يومين ولا ثلاث ايام كاع من بلادي من المغرب. كنرجع بحال واحد الحوته وخاشيه في الماء، بحال خرجتيها تموت. يعني منطقتك المغرب الاكسجين ديالك، الاكسجين ديالي هو المغرب. انت تموت ببطء الان، تموت ببطء. دابا كنموت ببطء ومكتئب نفسانيا واي حاجه اللي ما حاملش لخويا بلادي، لانه انا كنبغي المغرب وكنبغي بلادي وكنتيق بلادي، وبالتالي وباغي نخدم بلادي من اي موقع كنت فيه انايا. ولكن هادشي قسموا عليا. ما ضاع حق وراءه طالب. ما باغيش نبكي معك ودي السي الخلوقي، ولكن متاكد بانه غادي يبان الحق ان شاء الله الرحمن الرحيم. احنا معك، وللمتتبعين الكرام واسع النظر في تعليقاتهم. كما وعدتكم، ووعد الحر دين عليه أيها السادة والسيدات. حللت ضيفا عند السي عبد الواحد الخلوقي وسمعنا لما سمعنا إليه. لكم التعليق ولكم واسع النظر، وإلى اللقاء. شكرا.